صارت أغنية الفنانة روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة الجدل خلال الأيام الماضية، لكنها لم تكن بسبب جمال صوتها أو موهبتها الفنية، بل بسبب المضمون الذي أثار الجدل واستهجان العديد من الناقدين والمشاهدين، إذ اعتبر كثيرون أن تلك الأغنية تحمل إشارات جنسية صريحة. باستعراض كلمات الأغنية يصبح من الواضح أن العديد من التلميحات الجنسية أو الدلالات العابرة عبر خطوط الأغنية، وبالمقارنة مع الأعمال السابقة لروبي يمكن القول أن هذه الأغنية اتخذت مسارا مختلفا بالكامل وذهبت إلى حدود أبعد. ومع ذلك يجب علينا أن نفكر أيضا في المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها الفنان تجاه المجتمع والجمهور. فالفن ليس مجرد تسلية، بل هو أداة قوية يمكن أن تؤثر في آراء وسلوكيات الناس. ومع ذلك يجب على الفنانين أن يتحلوا بالحس الاجتماعي ويفكروا في تأثير أعمالهم على المجتمع بشكل عام. لذلك يجب أن يكون هناك توازن بين الحرية الفنية والمسؤولية الاجتماعية. وقد دافع عزيز الشافعي مؤلف وملحن الأغنية عن روبي مع عمرو أديب في برنامجه قائلا أن منتقدي الأغنية زيهم زي الناس اللي بتفسر القرآن بدون تكملة الآيات. ومش هذكر الآية طبعا اللي استشهد بيها لأننا عارفين أن الحكاية كلها هلس في هلس. فهل يجب على الفنان أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية أم يجب أن يتمتع بحرية تامة في التعبير حتى لو أثر ذلك على المجتمع؟ هذا سؤال يحتاج إلى نقاش أكثر عمقا وتفصيلا في المستقبل.